السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معكم سعيدة من قناتكم سعيدة برا، مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم طاجين مميز بزاف، طاجين البطاطا حلوة بالجلبانة. هاد الطاجين كيجي رائع بزاف، هاد جوج مكونات كيعطيو مذاق لذيذ ومعلك، ضروري تجربوه. انا متاكده غادي يعجبكم، خليكم معايا. اول حاجه كناخذ الطاجين اللي كندير فيه الزيت. اللي عندنا انا درت الزيت العاديه، اللي عندكم زيت الزيتون كتجي زوينه حتى هي. وكنضيف الدجاج كيبقى الكميه على حسب الاشخاص. ودرت واحد البصله كبيره مشلضه اللي كتكون مقطعه على هذا الشكل، كنقولوا حنا مشلضه يعني مقطعه مكعبات. وكنخليها طلاق مزيان مع داك الدجاج. ومن بعد غادي نضيف عليها 3 ريوس ديال الثومه اللي كيكونوا معصورين، وكنخلطهم مع بعضياتهم. من بعد نضيف راس معلقه ديال السودانيه اللي كتبقى اختياريه، ولكن حتى هي راه كتعطي واحد النكهه. وراس معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكنجبير، ونص معلقه ديال الخرقوم. وكنضيف تقريبا 2 معالق كبار عامرين ديال القزبر والمعدنوس. وكنبقى نحرك الدجاج ديالي مع ديك العطريه باش حتى كيتنسم بديك العطريه مزيان حتى كتطلق. كنبقى غادي نقلبو، نعاود نخليه شويه يسخن، وعاد نقلبو ثاني على الجهه الاخرى باش كيشرب لينا مزيان ديك العطريه، وكتولي هاد الخلطه ديالنا معلكه. وعاد من بعد كيف كتشوفوا كيف ولات، كيف قلت لكم كتجي ديك لاصوص معلكه. نص كاس كبير ديال الزعفران اللي ضفت ليه الماء سخون وخليته يطلق. كتستعملوا ضامه ديال الزعفران حتى هي كتجي لذيذه. وكنغطي عليه كنخليه واحد 5 دقائق. وكناخذ ديك البطاطا الحلوه كنضيف عليها نص معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال السكنجبير، وغادي نضيف عليها كذلك الخرقوم البلدي. من بعد كنحرك هاد البطاطا على هاد الشكل، وكنحاول ندخل ديك العطريه في البطاطا كامله. ومن بعد كندوز للطاجين. من بعد ما خلينا 5 دقائق، شفتوا البنات لاصوص كتجي معلكه. كنضيف عليه ديك البطاطا اللي درنا فيها العطريه اولا التوابل. كنقادوها، والبطاطا كتبقى اختياريه تقطعوها كيف ما بغيتو. انا غير قلت نبدل زعما على ديك التقطيعه الكلاسيك اللي كنديرو ديما اللي معروفه عندنا. قلت زعما نبدلو ونديرو هكا. وتا حاولوا فاش قطعوا نفس القياس، البطاطا كامله في نفس القياس باش ما يكونش شي طيب شي ما طيبش. المهم كنستمر بنفس الطريقه. هاد الطاجين كيجي لذيذ البنات، لذيذ بزاف، غير جربوه غير يعجبكم ان شاء الله. المهم كنستمر بنفس الطريقه، وكنقاد البطاطا ديالي كامله. من بعد ضفت الجلبانه كيف كتشوفوا، وغادي ديك المريقه اللي كيطلق لينا الدجاج وسميتو كناخذوا منها هكا بشي معلقه، وكنديروا فوق من الخضره ديالنا. هذا هو السر ديال الطاجين، كينجح لينا وكيجي مذاق رائع، غير يعجبكم بزاف. وما تنساوش السر الثاني اللي هو ان فحال ما عند مالين الطواجن كنلقاو واحد ديسك كيبيعوه ديال الحديد كيدار تحت من الطاجين. في حالات ما كانش عندك كتاخدي غير ديك المقله ثقيله اللي كنقولوا المقله الوجديه ثقيله، وكنديروها تحت من الطاجين باش ما داك الطاجين ما كيتحرقش لينا وكيطيب على مهل. من بعد ما طاب الطاجين ديالنا، هذا هو الشكل ديالو. كندوزو نزينوه بالزيتون الاحمر. لا ما عندكمش الزيتون الاحمر تقدروا تزينوه باي زيتون اولا تخليوه غير هكاك، راه تكتفيو به هكا كيجي حتى هو بنين. هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله غادي يعجبكم، راه كيجي لذيذ وغزال، غير جربوه. وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه.